يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نعمل مع بعض ميني بيتزا حكاية طرية وطعمها تحفة. حاجة كده جميلة جدا نحطها في اللانش بوكس لولادنا وهم رايحين المدرسة او ناخدها معانا النادي. حاجة كده في منتهى اللذاذة، والاطفال كلها يعني مجتمعين على حبها. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من اللبن البودرة، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ورشة صغيرة من الملح. بما يعادل يعني اقل من ربع معلقة صغيرة كده من الملح. تمام كده. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وابتدي بقى احطهم في العجان، نقدر نعجنها على ايدينا مفيش اي مشكله. تمام. بعدها هبتدي انزل بالتدريج بالميه الدافيه. انا معايا تقريبا من كوبايه لكوبايه وربع، معايا ده على حسب نوعيه الدقيق بتاعك. يعني هتستخدمي ميه قد ايه؟ تمام كده. طبعا احنا عارفين لو العجينه طلعت معانا ملزقه شويه تحتاج شويه دقيق، ولو طلعت قاسيه هنحط لها معلقتين من الميه لحد ما نظبط قوام العجينه زي ما احنا ما عايزين. اول بقى ما خلاص العجينه اتلمت معايا وبقت بالقوام ده، هنزل عليها بربع كوبايه من زيت الزيتون، ونقدر نستبدلها بالزيت العادي، بس عشان احنا هنعمل ميني بيتزا للاطفال فيفضل استخدام الزيت الزيتون لان هيكون فيه فايده اكتر. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس، اعجنها كويس جدا لمده 6 دقائق ل7 دقائق كده. تمام. لحد ما احصل على قوام ممتاز للعجينه زي ما انتم شايفين كده. تمام جدا. هبتدي بقى اجيب الطبق بتاعي فيه يعني مسحه كده من زيت الزيتون، وهبتدي ان انا اغلفها واسيبها تخمر لمده نص ساعه. وطبعا مدة التخمير دي بتختلف على حسب الجو، يعني في الشتاء تقدر تاخد معانا من ساعة الا ربع ساعة. تمام كده. انا هنا سبتها نص ساعة كان حلو قوي، وجهزت كل المكونات اللي انا هضيفها على البيتزا. يعني في خلال الفترة دي بنديها البوكس المتين كده بعد ما كانت خلاص خمرانة وما شاء الله حجمها اتضاعف. هبتدي بقى افردها بالشكل ده. طبعا سهلة جدا الميني بيتزا، مش هتاخد منك وقت كتير، وقت كبير خالص. هبتدي بقى ان انا افردها كويس جدا. تمام. عايزه اقول لكم العجينه ما شاء الله يعني عماله وانتي بتشتغلي فيها عماله بتخمر، وهتشوفوها دلوقتي كمان لما هنقطعها ونحطها في الصاج. ما شاء الله عمال حجمها يتضاعف. عشان كده انا يعني خليت العجينه رقيقه، مش رقيقه قوي. انا هوريكم السمك، يعني تقريبا يعني اقل من السنتي، يعني نص سنتي تقريبا. تمام. جبت بقى القالب القطاعه ده المدوره، وابتدي ان انا اقطع المقدار بقى كله على حسب ما انا فردت العجينه كلها. تمام. وطبعا بعد ما اشيل بقى الفواصل بتاعي اللي ما بين الدوائر دي، برضو هعجنها وابتدي ان انا برضو افردها مره تانية. عملت لي ما شاء الله كميه كبيره جدا. هبتدي بقى صاج مدهون دهنه بسيطه جدا من الزيت. شايفين سمك الميني بيتزا عامل ازاي؟ رفيع خالص. وهوريكم بعد بقى ما هي هنسيبها شويه هتخمر ما شاء الله وهتبقى قد ايه. يعني ما يغركيش او تتضايقي او تخافي ان هي مثلا رفيعه او كده، لا ما تقلقيش خالص. بصوا، يعني بعد شويه كده احفظوا ان هي رفيعه اهو. شوفوا بقى لما هنبتدي ان احنا نشتغل فيها يبقى حجمها عامل ازاي. طبعا انا هخلص تقطيع للكميه كلها وبعدين هحشي يعني المقدار كله. تمام. هبتدي بقى اخدها برضو واحطها برضو في الصاج. شايفين ما شاء الله حجمها اتضاعف ازاي؟ هبتدي بقى اخرمها بالشوكه. طبعا بقى بعد ما اخرم الكميه كلها ابتدي ان انا اضيف لها الحشو في خلال الفتره دي بقى. انا طبعا مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. تمام كده. هبتدي بقى هنا استخدمت الكاتشب ان انا ادهن بيه يعني الميني بيتزا. تمام كده. تقدروا تعملوا صوص للبيتزا، او نعمل اللي هو يعني معلقه صلصه طعام، اللي هي الطماطم اللي هي المركزه. تمام. عليها معلقتين من الميه، عليها توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسود وزعتر وريحان. دي نقدر برضو ان احنا نستخدمها لو ده متاح عندك. انا بالنسبه لي حبيت ان انا اسهل عليكي قوي بحيث ان انت ما تقفيش حتى تحضري حاجه. كاتشب بس ودهنا بيه الميني بيتزا. نقدر نستخدم المايونيز مفيش اي مشكله، لكن هي بتكون لذيذه للكاتشب، والكاتشب برضو الاولاد بيحبوه. وزي ما قلت لك برضو الطريقه التانية للصلصه نقدر ان احنا نستخدمها اللي هي بالصلصه المركزه. تمام كده. هنا بقى جبت الهوت دوج. تمام. وهبتدي احط 3 قطع، 3 شرايح كده لكل واحده. عايزه اقولك ان انت هتعمليها في البيت احلى بكتير. غنيه مليانه بالمكونات اللي انت حطاها، غنيه قوي بكل مكون انت حطاه وانت عارفه انت حاطه ايه، غير اللي بنجيبها من بره وحرفيا هي بتكون فاضيه. يعني حرفيا ولا فيها جبنه ولا طعم الجبنه اصلا ولا اي حاجه. انت هنا عاملاها لاولادك بنظافه وما شاء الله هتعمل لك كميه كبيره. يعني انا المقدار ده عمل لي 36 قطعه.
عايزه اقول لك لو انت صغرتيها كمان هتطلع لك يعني كميه اكبر، بس هو المقاس ده حلو. يعني لو انت حطيتيها في لانش بوكس بعد التسويه على طول بتبتدي ان انت تخرجيها من الفرن وتهدى تماما، ونقدر ان احنا نحفظها في الفريزر، يا دوب تدفيها لهم في الميكرويف ونحطها في اللانش بوكس على طول. حاجه كده في منتهى اللذاذه وسهله جدا وتغيير للاطفال، لان فعلا بيملوا وبيزهقوا من فكره السندوتشات او الجبن عامه. لكن هنا هنحط لهم الجبن، هنحط لهم كل حاجه، هنحط لهم الزيت الزيتون اللي ممكن مش هنقدر نديه لهم على اكلات كتير، لكن نقدر ان احنا نحطه في العجينه دي يعني نضيف لها مكونات كتير وهم هياكلوها لاني بيحبوا البيتزا. بتمنى ان شاء الله يعني تكون كده وصفة سهلة ولذيذة وتجربوها. هنا بقى خلاص بعد بقى ما حطيت كمان على القطع التانية يعني لكل قطعة شريحة سلامي، وزعت عليهم الزيتون زي ما انتم شايفين. طبعا لو انت عايزة بقى الميني بيتزا دي سبايسي نقدر طبعا نستعين بالهالابينو، تمام. لكن هنا اكتفيت بشريحة يعني شرايح الفلفل الالوان، تمام كده. حطيت احمر واصفر في كل شريحه. حاولي ان انت تعملي لهم ميكس كده من الالوان عشان نفتح نفسهم على الاكل ويا رب ياكلوا. هبتدي بقى بعد ما انا احط بقى الشرايح دي كلها، جايبه ميكس جبن، تمام، شيدر، رومي، موتزاريلا، تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه. انا هنا ده الميكس بتاعي كان موتزاريلا وشيدر بس. هبتدي بقى ان انا احط يعني اغمرها بالجبنه زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا في خلال الوقت ده زي ما انا ما قلت لكم ان انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. هدخلها بقى الفرن لمده ربع ساعه بس، ربع ساعه وهيطلع معايا احلى ميني بيتزا واخده لون خطير. تعالوا بقى نشوفها بقى بعد ما خرجت، ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم طريه، انا سبتها لحد تاني يوم بره وطريه جدا جدا يعني وتحفه. يعني بصراحه محتفظه كده على قوامها وطعمها حلو قوي، هتعجبكم جدا، جربوها. وزي ما قلت لكم نسيبها تهدى تماما ونقدر ان احنا نحفظها في الفريزر على التسخين على طول في الميكرويف للاطفال، نحطها لهم في اللانش بوكس. بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده وعوده للمدارس، تكوني ان شاء الله عوده خير علينا جميعا يا رب. باي باي.